السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعينا الكرام. تنتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية. تنشكر كل المتابعين اللي تدعموني على هذه الصفحة. شكر جزيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليوم غادي نتكلموا على المحترفين المغاربة اللي تلعبوا، وخاصة بونو وأشرف حكيمي اللي شاركوا في الكأس العالمية للأندية. بونو ساهم في تألق فريق الهلال السعودي، يعني تألق كبير جدا جدا، وهذا بفضل يعني طريقة أو بفضل يعني الدفاع بونو عن مرماه، لأن بونو يعني دافع عن مرماه بشكل استثنائي حتى أنه يعني أصبح حديث العالم، يعني خاصة التدخل أمام يعني الفريق مانشستر سيتي، تدخل اللي كان إعجازي. فبونو حارس يعني ما نحتاجوش أننا نتكلموا عليه، حارس كبير ودائما غادي يبقى حارس كبير. أشرف حكيمي اللي هو لاعب متميز، ظهير أيمن كذلك تلعب في كل الأماكن. أشرف حكيمي هو دينامو الفريق. أشرف حكيمي يعني رغم أنه ما كانش دعم من المدرب او من يعني الاداره التقنيه للفريق باريس سان جيرمان الحكيمي على انه يعني يفوز بالكره الذهبيه، وفضلوا عثمان ديمبيلي، ولكن في اللقاء الاخير امام فريق تشيلسي تبين على ان عدم حضور او الحضور الذهني لاشرف حكيمي يعني غياب فريق باريس سان جيرمان وتخبط فريق باريس سان جيرمان. هذاك الخروج ديال حكيمي اللي كان تيدير في ظهر اللاعبين بالسرعه الاستثنائيه اللي عنده، يعني ما كانتش خلال هذه المواجهه. ويعني شفنا كيفاش ان فريق باريس سان جيرمان ما قدرش انه يرجع في اللقاء بعد ما كان منهزم بثلاثه الاهداف لصفر، رغم ان المدرب يعني غير العديد من اللاعبين ومنها اشرف حكيمي. يعني اشرف حكيمي يعني يعني شيء اللي هو مخجل انك تغير اشرف حكيمي كظهير ايمن. يعني الفعاليه ديال اشرف حكيمي ما يمكنش لشي واحد انه يعني من اللاعبين في باريس سان جيرمان انه يلعب بنفس الطريقه اللي تلعب بها اشرف حكيمي، لكن المدرب عنده القراءه ديالو للمقابله. ف المهم ان اشرف حكيمي دائما تبقى لاعب كبير وكبير جدا، يعني يستحق الكره الذهبيه. يعني لما استحقهاش اشرف حكيمي، شكون هذا اللي غادي ياخذ الكره الذهبيه؟ فاشرف حكيمي لاعب متكامل. كاين لاعبين هجوميا يعني متميزين، ولكن اشرف حكيمي لاعب متكامل. هذا الشيء اللي يمكن اننا نقول على اشرف حكيمي. وكذلك بونو حارس ممتاز. هذا الشيء اللي خلى ان يعني التشكيله المثاليه بعد نهايه كاس العالم للانديه والتقييم اللي وضعته منصه سوفا سكور، التقييم ديال اللاعبين خلى ان بونو وحكيمي انهم يكونوا ضمن التشكيله المثاليه لكاس العالم للانديه. ويعني هذا هو يعني دليل على ان اللاعب اشرف حكيمي ولا الحارس بونو لا يعني عندهم مستوى كبير ومستوى متميز. فباش انك تختار بونو ضمن يعني من بين هاد الحراس كاملين اللي شاركوا في هذه الكاس العالميه، او تختار حكيمي يعني من بين هاد الاظهره اللي مشاركه واللاعبين اللي مشاركين في هذه الكاس العالميه للانديه، فهذا الشيء تدل على انهم عندهم مستوى كبير. نشوفوا يعني بقيه اللاعبين. يعني الهلال تم اختيار ثلاثه لاعبين من الهلال: ياسين بونو السنغالي، كوليبالي، روبين نيفيز من البرتغال. كذلك تم اختيار ثلاثه لاعبين من تشيلسي: كوكوريا، بيدرو بينو، كول بالمر، يعني اللي سجل هدفين ضد فريق باريس سان جيرمان في اخر مقابله، يعني في مقابله النهايه. اما من فريق باريس سان جيرمان تم اختيار اشرف حكيمي بطبيعه الحال، ماركينيوس البرازيلي، والبرتغالي فيتينيا، إضافة إلى جوشوا لاعب البايرن، وجون أرياس لاعب فلومينونسي البرازيلي. على العموم يعني اختيار هذه التشكيلة من طرف المنصة ديال التقييم اللي هي سوفا سكور خلت أن أشرف حكيمي يبقى عنده الإمكانية ديال اختياره كأحسن لاعب خلال هذه السنة.
والفوز بالكأس أو الفوز الكرة الذهبية، وهو تستحقها حقيقة. إضافة إلى أن بونو يعني يظل حارس عملاق، ربما ينتقل من الهلال السعودي في اتجاه الدوريات أو الدوري الإسباني. هذا يعني ربما يعني يتم الحديث عنه في الكواليس. على العموم، أشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي، تنتمنى أنه يشارك مع المنتخب المغربي، وأنه يعني يعطي دفعة كبيرة للمنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا المقامة بالمغرب. كذلك الحارس بونو لا استغناء عنه، حارس رقم 1 بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم.